هذا هو الصحيح 19 ليلة. فهذا يدل على أن من أقام إلى هذا الحد يقصر، ومن أقام زيادة على ذلك يتم. والحاصل أن من دخل بلدا وهو مسافر وبنيته أن يقيم فيه 21 صلاة 4 أيام فهذا يتم دائما، ويصوم رمضان كذلك أيضا. ومن نوى دون ذلك فهذا لا يتم بل هو مسافر. وأما قول بعض أهل العلم يفتون بأن الناس لا قصر عليهم لا إتمام عليهم، وهذا فساد عظيم لا يمكن ذلك، لأن المبتعثين مثلا الدراسة في بلدة ما أيامهم محصورة 5 سنين 10 سنين لا يصلي إلا 2 ركعتين ولا يصوم رمضان ولا يحضر يعني الجماعة والجمعة لأنه مسافر. وإذا قال له الطلاب نذهب إلى المسجد نصلي يقول أنا مسافر. هذا ما أنزل الله به من سلطان. إنما يصح أن من أقام كما قال الإمام أحمد وغيره 21 صلاة يتم، يجب عليه الإتمام ويصوم رمضان، ويجب عليه حضور صلاة الجماعة والجمعة.